السلام عليكم، رمضان مبارك يا جالور بشهر الخير عليكم والتيسير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال بسيطلات بلديين فرديين، كنتمنى يروقكم وفي بدون سكريات، فقط محلين بطريقه طبيعيه. كناخذوا واحد راس معلقه ديال الملحه، كنضيفوا نص معلقه صغيره ديال البزار ونص معلقه ديال الخرقوم، وكنضيفوا معلقه ديال السكينجبير صغيره وواحد نص معلقه من بسبيسه وقعقله، وكنفرت واحد الطامه ديال الزعفران، وكنضيف واحد نصف كاس ديال الماء باش نخلطوا هاد المكونات اللي غادي نديروا الدجاج فيهم. اذا كناخذوا 2 كيلو ديال الدجاج صدر وفخوده، وكندوزوهم في هاد العطريه اللي خلطنا. 2 كيلو ديال الدجاج هنا، المهم بين الصدوره والفخوده. اذا كندوزو لهم هاد العطريه وكنغطيوهم يتشربوا هاد المكونات لمده نصف ساعه. من بعد كناخذوا هاد الدجاج اللي تشرب العطريه كنوضعوه في طنجره، كنضيفوا عويدات ديال القرفه، واحد 2 معالق حتى 3 ديال المعدنوس، فقط معدنوس، ثم كنضيفوا 4 ديال البصلات كبار مقطعين على هاد الطريقه. كنوضعوهم فوق النار، وكنضيف واحد كاس ضرب ديال الزيت وكنوضعوهم فوق النار. كنقابلهم حتى كيطيبوا هاد الطريفات ديال الدجاج. كنحيدوهم، لاحظوا معايا، كنحيدوا الدجاج، الطريفات ديال الدجاج ملي طابوا، وكنخليو داك التغميره كتشرب وكطيب. كنضيفوا 100 غرام ديال الزبيب اللي قطعته طريفات صغار، و100 غرام ديال المشماش اليابس اللي قطعته حتى هو طريفات صغار، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وكنخلي الكل فوق نار مهيله الى متوسطه، وانا كنحرك حتى كيتشرب داك الماء اللي باقي فيها. كندوزو كنقطعوا داك طريفات الدجاج على هاد الطريقه، نحيدوا العظام. لاحظوا معايا بقات حتى قطره الماء في هاد التغميره هذه. اذا هذه هي الطريقه باش كنحلي انا البسيطلات، ما كنديرش نهائيا فيهم السكر، غير بالزبيب والمشماش. كنضيف لهم داك طريفات الدجاج اللي قطعت، وكنخلط الكل كيتشربوا داك التغميره. اذا هذه هي الحشوه ديال البسطيله. كندوزو كنوجدوا اللوز. هنا عندي 250 حتى 400 غرام ديال اللوز اللي حمرته في الفران وهرشته، زدت ليه القرفه وواحد 3 حتى 4 المعلقات ديال الزبده دايبه والعسل. اذا هذا اللوز اللي غادي نضيفوه فوق الحشوه ديال البسطيله. كناخذوا الورقه ديال البخار، من الاحسن تكون ديال البخار. لاحظوا معايا كنتنيها على 2 ثم كنتنيها على 4. كنحدد الوسط ديالها. اذا كنتنيها على 2 وكنقطع. كناخذ كل نصف كنسرحو وكنقطعو حتى هو على 2، يعني كل ورقه غنقطع على 4، وكل ربع كنقطعو على 2، لاننا غنديرو بسيطلات فرديين وصغار. اذا على هذا الشكل كنقطع الورقه، كناخذ 2 منها اللي غنحتاج لكل بسيطيله. كناخذ واحد الاطار على هذا الشكل هذا، وكنحط الورقه بهذا الشكل مخالفه، كل مثلث راسو في جهه مخالفه. كنضغطو، كنوضعو اول شيء اللوز اللي ضفنا له العسل والقرفه والزبده، وكنوضعوه من فوق الحشوه ديال الدجاج، وكنبرك عليه باش كنقاد البسيطيله باش كتجي مقاده. اذا كنطوي هاد الورقه عليها وكنحيد الزوائد، ما كنحتاج لا عجينه باش نلصق لا والو، فقط كنورك عليها مزيان وكنقلب الاطار وكنخرج داك البسيطيله في هذا الشكل. كنحطها في طاوه اللي غادي تمشي للفرن. اذا خديت بعض البسيطيلات هادو كنديرهم في الفرن اللي كيكون سخناه من قبل، وكنزلوه العافيه شويه، وعاد كنوضعوا البسيطيلات نقابلوهم حتى كيطيبوا. دغيا كيطيبوا 10 دقائق 15 دقيقه كيكونوا طابوا على. اذا هنا كنزوقوهم بشويه ديال العسل، فقط قطرات من العسل،
وكندوزوهم في واحد اللوز اللي حمرناه في الفرن وهرشناه. بهذه الطريقه كنتمنى طريقتي تعجبكم، ما فيهاش نهائيا حس السكر، فقط مواد طبيعيه باش حليت هاد البسطيله. ما كتجيش حلوه بزاف حيت كنحليها فقط بالزبيب والمشماش، 100 غرام 100 غرام اللي قطعناه رقيق. اذا بالصحه والراحه، كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، نال رضاكم في هاد الشهر المبارك، والى وصفه قادمه بحول الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب والبارطاج، وشكرا لكم.